الحكومة تشوفها راح تكون قادرة على تهيئة الأجواء الانتخابية، حمايتها، لأن كل أطراف الإطار أشكلت كثيرا على حكومة الكاظمي في وقتها أنه ما وفرت البيئة الانتخابية المناسبة، ما وفرت الأجواء المنافسة للمناسبين. الآن الحكومة قادرة على تهيئة هذه الأجواء. يعني انتقادهم للكاظمي لأن الكاظمي من خارج دائرتهم الليبرالي. اي يعني مثلا الكاظمي كانوا ينظروا له انه يضربون السفارات في وقته، وبينما من صار هم من عندهم ظلم لا احنا ردنا نطلع مظاهرة على السفارة، احنا مدنيين قوى الناشئة ردنا نطلع مظاهرة على مود غزة، احنا مثلا 10 20 15 نائب نرفع لافتة احتجاج ونروح للسفارة. لا 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 لا، منو اللي منع؟ الحكومة ما قبلت. هي الحكومة، واجونا النواب اللي هم تابعين لكتلة الإطار قالوا رئيس وزراء يقول ترى الأمور تتأزم، ترى بس تطلعون مظاهرة الدولار يصير ب400. هذا واحد من مستشاري المقربين رئاسة الوزراء زين يقول بس يطلعون مظاهرة يصير الدولار ب400. بعد من كنت تضربون صواريخ ليش ما صعد ب400؟ ها يا لك مو احنا اللي كنا نقصف الصاروخ لو شو اسمه، الناس تعرف من يضرب ومن انا الصواريخ كانت تقع على المكتب مالتي، على المكتب يضربونه على السفاره يطيح عليه 4 مرات، واخر شيء استشهد الجندي بالباب. هو مواطن وعراقي ومن اهل الجنوب واستشهد، ولا لا اله بها ولا لا.